خلينا نروح معاك يا فارس لنقطه ثانيه. انا جالي نجم زي امام عاشور. هو امام لسه ما ولفش على اهلي ولا بقى كويس؟ ده هينسجم اكتر من كده ايه؟ احنا بنتفرج واحنا خايفين. الراجل يعني ارقامه ما شاء الله، بس لسه يعني ما جابش مستواه القديم ولا ربع مستواه، ولا ربع مستواه يعني انت حضرتك حابب تتكلم عن امام عاشور؟ عايز اتكلم على امام. لا، بتكلم على قضيه ثانيه. بس انا فاكر كنت بعلق على مباريات للزمالك لما فرجاني ساسي مشي، وكان بدا امام ده ما حدش واخد باله منه. فانا كنت بعلق وكنت ببقى في الاستوديوهات التحليليه، وقلت كده، قلت لجمهور الزمالك امام هيبقى افضل بكتير جدا جدا من فرجاني، وبصوا على الولد شكله عامل ازاي، لانه كان باين ما شاء الله. فهو وصل الى مرحله كبيره جدا، لكنه الان بيتوهج بشكل طبعا غير عادي. هنتكلم على امام بعد شويه، لكن انا هتكلم بشكل عام. انا مش من حقي ان انا اعمل تقديمه لامام عاشور جيده، انا مش من حقي ان انا اعمل تقديمه لبن شرقي جيده، تقديمه محترمه، ولا ده كمان بقى عيب وحرام وما ينفعش ومكايده. هي فين المكايده؟ انا بشوف ان في مشكله واضحه جدا فيما يخص الزخم اللي حصل على صفقه بن شرقي، وبشوف ان مش الاهلاويه اللي صنعوه. انا بشوف ان جمهور المنافسين هم اللي صدروا لنفسهم الازمه، بدليل ان ده لاعب منذ شهور انت كنت بتتكلم عن احتياجك ليه. البعض دلوقتي بيقول ان هو هو لاعب مستواه اختلف، وهو على فكره عامل ارقام مع الريان افضل من اللي قبل كده. سيب حضرتك من الفن. ولكن نروح لفكره ان احنا بنتكلم في مكايده. انا بشوف ان بشوف ان بن شرقي بالشكل اللي اتقدم فيه بلا تجاوز وبلا اساءه لاي حد، حتى اللي ربما الاسقاطات الرياضيه اللي هي مقبوله في العالم كله طبعا دون اي تجاوز ولا اساءه ولا قللت منك. انا شفت ان بن شرقي ده نفسه، الناس اللي بتتكلم في تجاوز وهو او مكايده، وهو بيتقدم في ناديه السابق كان اصل المكايده بالطريقه اللي اتقدم بيها، ان يرسم بن شرقي وهو قاعد وفي باب احمر وفي فار بيتجه للباب الاحمر، مع فكره ان احنا بدلنا الاسد بفار. بس والله ما حد من الاهلاويه وانا عايز اقول لحضرتك الاولى بقى ان اللي بيفتش في قصه المكايدات هيقف عند دي. انما لما اجي اقدم اللاعب بالشكل ده، في جمله بقى هي اللي فيها المشكله. ان بن شرقي يجي يقول النادي الاهلي هو الاكبر والاعظم في افريقيا وهو نادي القرن. ربما بقى انت عندك ازمه مع الجمله دي، بس دي مشكلتك. ده موضوعك، ده اللي يخصك انت وازمتك انت، انا مش هقدر احلها لك. انت عليك انك تتقبل الواقع، او ان انت بقى ترتضي بالوضع ده وترتضي باللي في خيالك وترتضي بان دي مكايده. انما هي واقع. لو الواقع انت شايفه مكايده فدي ازمتك مش ازمه النادي الاهلي. طيب كيف رايت يعني الحقيقه احنا هنا كقناه عملنا الحمد لله الشغل اللي مطلوب مننا والفتره اللي فاتت، وانا شكرت الناس وشكرت كل فريق العمل بما فيهم الضيوف فيها الناس كلها. لكن النادي الاهلي اصلا في تعامله يعني دائما وابدا يا اسامه تشعر ان هناك حاله من الرقي موجود، حاله من الاحترام للاعب، حاله من الاحترام والتقدير للجماهير. الجماهير بتبقى منتظره صفقات، في صفقات عاديه وفي صفقات جماهيريه زي العالم كله. تلاقي صفقه مثلا زي مثلا كريستيانو في السعوديه حظيت باستقبال هائل وشيء رائع واكثر من عظيم واكثر من ممتاز. ولما يكون عندي صفقه زي تريزيجيه، صفقه زي بن شرقي، صفقه زي امام عاشور او غيره من الصفقات، يعني كيف وجدت تصرف النادي الاهلي؟ والله الحقيقه انا شايف ان الاهلي تصرف بشكل احترافي جدا. نعم. حتى تقديم الفيديو كان فيه طريقه ابداعيه جدا، طبيعي جدا. لاعب كان سابق في نادي الزمالك، ولكن الفكره كلها سابق من امتى في نادي الزمالك؟ اسبق مش سابق، اسبق. ده مهم للتوضيح. وانا هقول ان عبد الله السعيد كان ما ده عبد الله السعيد وناصر ماهر واحمد حمدي. نعم. جماهير النادي الاهلي ما وقفتش اصلا عند الصفقات دي. فعشان كده انا بتفق مع فكره فارس ان هم جماهير نادي الزمالك اللي وقفوا القصه عند الصفقه دي. ولكن النادي الاهلي تعامل بمنتهى الاحترام. ده انا عايز اقول كمان ان اللاعب نفسه في المداخله مع حضرتك تعامل بمنتهى الرقي. اساله السؤال ده، وعارف ليه تعمدت اساله السؤال ده؟ اول مره اقولها. لانه لما استضفت امام عاشور قلت له لما قابلت الكابتن الخطيب قال لك ايه؟ قال له ما تخسرش جمهور الزمالك. بالظبط. فبيجي اشرف شرقي يؤكد هذه المقوله بالظبط مره اخرى.
لا لعيب، انا شايف ان هو مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. العقليه كانت واضحه في ال20 دقيقه اللي عمل فيهم مداخله مع حضرتك. الراجل اتكلم عن النادي الاهلي كويس جدا. نعم. اتكلم عن قوه النادي الاهلي، ان المفترض الانديه تخافوا زي نادي ميامي. نعم. واتكلم بمنتهى الوضوح، قال لولا ميسي ما كناش سمعنا عن نادي اسمه ميامي، ولكن احنا عارفين كويس قوي النادي الاهلي. ومش اشرف بن شرقي اللي هيتكلم عن النادي الاهلي، لان الاهلي يتحدث عن نفسه. اتكلم عن نادي الزمالك بشكل كويس جدا، وعن كل المصريين. لما قال ان انا لما قابلت تريزيجيه قلت له انا اخ ليك، لان اللي شفته من نعم. المصريين يخليني اقابل اي مصري بشكل كويس. اتكلم عن حتى ان هو مركز داخل الملعب فقط لا غير. صحيح. فانا شايف ان النادي الاهلي لا صدر منه اي شيء يسيء لنادي الزمالك، ولا اللاعب صدر منه اي شيء يسيء للنادي الزمالك، ولا كان يستدعي الامر ان بعض نجوم نادي الزمالك السابقين يلعبوا في العلاقه الطيبه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. بعض نجوم الزمالك السابقين، بعض لاعبي الزمالك السابقين. حلوه كده. يعني انا ماشي. بحاول استفسر. تمام. بعض لاعبي الزمالك السابقين طلعوا لعبوا وخلطوا خلط مش طبيعي الحقيقه، ومش مفهوم. وفكره السجاده الحمراء اللي فرشت في تحيه او برقيه وصلت من النادي الاهلي للمجلس المنتخب بقياده الكابتن حسين لبيب. الكابتن حسين لبيب دعا مجلس اداره النادي الاهلي. النادي الاهلي بكل احترام وتقدير قدر نادي الزمالك. العلاقات دي طيبه جدا، بس ده ما يمنعش ان في منافسه على ارض الملعب. طبعا. تخيل ان انا انزل مباراه لو كسبت نادي الزمالك يبقى انا افسدت العلاقه. طب ازاي؟ انا امتى افسد العلاقه؟ طب في صفقه داخل فيها نادي الزمالك وصفقه داخل فيها النادي الاهلي، لازم ده ينافس مجلس اداره نادي الزمالك، ولازم مجلس اداره النادي الاهلي ينافس على الصفقه طالما الصفقه دي فيها اضافه وفيها يعني اضافه صفقه فنية. اشرف بن